وهذا التمن على باقله بالدجاج والطعم على العالم. تعالوا نحضر على السريع. هسه اول شيء راح نجيب جدر بكميه زينه من المي، وراح انزل بيه افخاذ دجاج. بسم الله. هسه هنا راح نشيل من عند الزفره. هسه هنا بعد ما شلنا من عند الزفره راح اخلي شويه ورق غار، وعندي هنا بصلايه مقطعها 4 وراح اضيف نص ملعقه صغيره كركم. وهسه راح اغطيه واتركه على نار ناصيه الى ان يستوي عندي الدجاج تماما. هاي هنا بعد ما قرب يستوي عندنا الدجاج. بسم الله. هسه راح اضيف له ملح، طبعا كميه الملح حسب الرغبه، ونحرك. هسه راح اتركه لمده 5 إلى 10 دقائق بس شويه دجاج ياخذ ملح ويكون جاهز. هسه هنا راح نجيب جدر راح نضيف فيه شويه زيت هيك تمام. وهسه راح اضيف بصلايه مفرومه ناعم، ونحمس البصل في حمسه معدله. وبس حمس عندي البصل، عندي هنا باقله مفلسه، ونحمس الباقله في حمسه معدله. بس حمست عندنا الباقله. هسه راح اضيف سنين ثوم مفروم ناعم ونحمس. بس طلعت عندنا ريحه الثوم. هسه راح اضيف كميه زينه من الشبن. عندي هنا قطعه ماجي، هذه حسب الرغبه بس تعطي نكهه كلش طيبه. نحمس الشبن ويا الماجي ويا الباقله. وبعد ما حمسنا هسه راح اضيف رز بسمتي منقوع قبل بربع ساعه، ونحمس التمن وياهم في حمسه بسيطه. بعد ما حمسنا التمن هسه راح اضيف عليه مي الدجاج. بسم الله. راح اضيف شويه ملح، طبعا كميه الملح حسب الرغبه، ما راح اضيفه هوايه لان الدجاج عندي مملح. نضيف كميه الشبنت اللي بقت عندنا. بسم الله. يعني ايش قد ما كان الشبنت فيها اكثر كل ما كانت اطيب. ونشغله. هسه راح اتركه على نار عاليه الى ان ينشف عندي المي تماما. وهسه هنا بس نشف عندي المي. اهم شيء تتاكدون انه المي ينشف تماما لانه يعجن بعدين. راح انصي على النار واغطيه واتركه لمده نص ساعه يكون جاهز. حتى شنو الباقله تستوي عندنا 100%. وهسه هنا باقي تقريبا 10 دقائق يستوي عندنا التمن. راح نجيب طاوه راح اضيف بيها شويه زيت هيك تمام. هسه راح انزل الدجاج. بسم الله. نحمس الدجاج في حمسه معدله. بس صار عندي الدجاج بهذا الشكل صار جاهز. واذا تحبون تضيفوا له اي نوع بهارات حسب الرغبه. وهذا التمن على باقله صار عندنا جاهز. نقول بسم الله وننزله. ويلي الريحه تجنن. ننزل الدجاج. بسم الله. نسوي مجال بالنص، وعندي هنا لبن وخيار وثوم وشويه نعناع لي فوق يصير لوز اللوز. وهسه نقول بسم الله ونبلش. شوفوا لي الدجاج، يعني هذا اذا مو تلزمه هيجي يتفسخ بيديك مو قبوله. خليه على بعضها. تفضلوا يابا. بسم الله. اويلي اويلي، يعني ما اعرف شو احكي. هاي طبعا انا افضلها شويه لبن وخيار، قاعد الدجاج لي فوق وش من جوا وتنطلق. بسم الله. يعني ما اعرف شلون اوصف لكم الطعم. الباقله ذايبه، والتمن كل حبه بحبتها. لنا حبايبي وصلنا نهايه الفيديو. ان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد. تحياتي لكم.